قصتنا بتبدأ مع كام اتربى مع والده في قرية بسيطة، ومن صغره وهو عايش وسط الفيلة بداخل الغابة، لدرجة ان والده كان بيوصله المدرسة باستخدام الفيل صديقه. ومع الوقت كام بقى يحب الفيلة زي اخواته بالظبط، لان قريته كلها بيربوهم وبيهتموا بيهم. بعد سنين طويلة بنكتشف ان الفيل صاحب كام خلف فيل صغير، وكام بقى يلعب معاه طول الوقت. لكن في يوم من الايام مجموعة من الصيادين الغير شرعيين اتسللوا الغابة وكانوا عايزين يخطفوا الفيل الصغير، فأمه حاولت تدافع عنه، وللأسف واحد من الصيادين ضربها بالنار وهرب. في النهاية والدة الفيل الصغير اتوفت بسبب جروحها، وكل أهل القرية زعلوا عليها وعزوها في حزن شديد. بس من اليوم ده كام عرف انه لازم يبقى قوي لحماية الفيل من الصيادين، وبدأ يتدرب على فن المواي تاي القتالي عشان يدافع عن والده والفيل صديقه من كل شر. بعد فترة قصيرة كام ووالده أخدوا الفيل الكبير والصغير لاحتفال وسط المدينة. في البداية والد كام قال انه هيكشف على الفيل الكبير عند الدكتور البيطري. طبعا كام سمع كلام والده واخد الفيل الصغير عشان يتفسح معاه، وهنا بنعرف ان الدكتور البيطري طلع واحد من العصابة اللي بتسرق الفيلة، لان اول ما الفيل الكبير شافه مع اصدقائه عرف ان هو اللي قتل زوجته وبدأ بالهجوم. حتى والد كام اكتشف السر وكان هيفضح العصابة للناس كلها، فالدكتور ضربه بالنار، ومن هنا الفيل اتجنن وبدأ بالهجوم على العصابة عشان ينتقم لوالد كام. فكلهم جريوا من الرعب والمكان انقلب لفوضى. اما كام كان مشغول في الاحتفال ووقف يتفرج على مباراة ملاكمة، وما اخدش باله ان الفيل الصغير بدأ يلعب مع الاطفال وبعد عنه لدرجة ان العصابة استدرجوه وخطفوه. في النهاية كام لاحظ ان الفيل مش موجود جنبه، ولما بدأ يدور عليه عرف بالصدفة ان والده اتضرب بالنار، وامر ينقذ الفيلة باي شكل ممكن. فكام جري باقصى سرعته عشان يلحقهم، لكنه وصل متأخر والعصابة خطفوا الفيل الكبير والصغير وهربوا في ثواني. تاني يوم اهل القرية اجتمعوا في حزن لان الفيلة اتخطفوا، بس من حسن الحظ والد كام داوى جروحه ونجا من الموت. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لبيت مليان بالناس الاغنياء. فجأة كام كسر الابواب بركبته وبدأ يخلص على الحراس بدون رحمة، وهنا بنعرف ان ده بيت الدكتور البيطري اللي خطف الفيلة، وكام حضر عشان يعرف مكانهم. في البداية كام طحن المقاتلين اللي وقفوا بطريقه باستخدام مهاراته الاسطوريه بالمواي تاي، وعرف من الدكتور انه ارسل الفيلة لاستراليا عشان يتباعوا في مزاد. فكام اتعصب بشده وهرب قبل ما افراد العصابه يحاصروه. بعد كده اخذ مركب وانطلق باقصى سرعته. طبعا المجرمين ما سابوهوش في حاله وطردوه بشراسه، لدرجه انهم احضروا طياره هليكوبتر مسلحه، لكن كام الذكي غفلهم ولبس مركبهم في المروحيه وهرب بصعوبه رهيبه. وهنا بتنتقل بينا الاحداث لمدينة سيدني الأسترالية، وبنقابل الضابط مارك شاب تايلاندي لكنه عايش في أستراليا، والصحفيين كانوا بيصوروه لأنه ضابط ماهر وسمعته كويسة. بس فجأة مارك عرف إن في سرقة بتحصل وانطلق عشان يوقفها، وأول ما وصل موقع الجريمة اكتشف إن الحرامي يبقى جاره، فبدأ يتكلم معاه عشان يهديه. بعد كده غفله بسرعة البرق وقبض عليه، لكنه لما بعد عن الصحافة والكاميرات طلب منه يترك الجريمة تماما وأطلق سراحه. بعد كده بنقابل مدام روز مجرمة في عصابة مافيا صينية، وكانت حاسة بالغضب لان رئيس العصابة زعق لها وما كانش راضي عنها، فمساعدها قال لها تشتري مجموعة فيلة نادرة عشان تقدمها ليه هدية. في الوقت ده كام وصل استراليا اخيرا عشان يبدأ البحث عن الفيلين اصدقائه، واول ما خرج من المطار اجر تاكسي وطلب منه يروح لمزاد بيع الفيلة، لكنه ما كانش يعرف ان سواق التاكسي مجرم خطير هربان من البوليس. عشان كده الضابط مارك ومساعده بدأوا يطاردوه وسط شوارع المدينة. في البداية المجرم انطلق بأقصى سرعته وكان هيهرب، فالضابط مارك طرده بسيارة البوليس وقدر انه يحاصره بمساعدة ضابط تاني. طبعا المجرم رفض يستسلم واخد كام رهينة عشان يهدده بالسلاح، بس كام انتظر الفرصة المناسبة لكسر دراعه. وهنا في ضابط متخفي اسمه فينس ضرب نار على المجرم وخلى كام يجري من الخوف. بعد كده امر مارك يقبض عليه، وللأسف مع ان كام استخدم لياقته البدنية للهرب، لكن الضابط مارك ومساعده هددوه بالسلاح ومسكوه في النهاية. لما كام ركب عربية البوليس اكتشف بالصدفة ان مارك تايلاندي زيه وحكاله على الفعل المسروقة، فمارك وعده انه هيحقق في القضية دي بأسرع وقت ممكن. وهنا مارك نزل من السيارة عشان يكلم خطيبته، بس بالصدفة كام لاحظ جوني وده واحد من المجرمين اللي خطفوا الفيلة، فبدأ يزعق وطلب يخرج من السيارة، لكن مساعد مارك منعه فتعصب بشدة وهرب من العربية. طبعا مارك
اتصدم وبدأ يجري وراه، اما كام قطع الحبل الموجود على ايديه وطارد جوني لحد ما لقاه، لكن جوني تجاهله وارسل اتباعه عشان يخلصوا عليه، فكام مسكهم طحنهم بسهوله. وقبل ما يكمل بطريقه في بنت حذرته من جوني وعصابته لكنه ما سمعش كلامها. من هنا كام فتش الشوارع كلها وهدد المجرمين اللي قابلهم عشان يعرف مكان جوني اللي كان بيخلص صفقه ممنوعات في مخبأه السري. بس فجأة كام اقتحم المكان وافسد الصفقه. في البدايه جوني اتجنن من كام لانه بوظ كل خططه وامر اتباعه يخلصوا عليه، لكن كام معلم مواي تاي محترف وتعلم اسرار الفنون القتاليه من والده. وهنا بنعرف ان جوني اتصل على كل افراد العصابه الموجودين بالمدينه لانهم بداوا يحضروا من كل حته، وكان معاهم اسلحه زجاجيه عشان يكسروها على دماغ كام، لكنه تفاداهم بسرعه البرق وبدا يفرقهم عن بعض ويخلص عليهم واحد ورا واحد لانهم كتير وما كانش يقدر يقاتلهم في نفس الوقت. ده غير ان في مقاتل خطير ظهر على دراجه ناريه وكان هيقتل كام، بس كام ردة فعله ملهاش مثيل وقدر يغفله بالنهايه، لكن بدون فايده لان المجرمين عددهم كان ملهوش حصر وفضلوا يهاجموه من كل اتجاه لحد ما هرب منهم لاعلى المبنى. وهنا في مجرم راكب موتوسيكل رباعي مدرع هجم باقصى سرعته، فكام تفاداه وقفز في الهواء على اخر لحظه ولبسه في الازاز عشان ينجو بحياته. بعد انتهاء المعركه كام فقد الوعي من التعب، بس من حسن الحظ بلا ودي البنت اللي حذرته قبل كده لقيته في الشارع وانقذته. ده غير انها اخدته لبيتها عشان تحميه من البوليس، لكنها اول ما نزلت عشان تجيب اكل كام فاق من الغيبوبه وما كانش عارف هو فين. اما الضابط مارك ومساعده حضروا البيت بلا لان جارتها بلغت عنها وكشفت ان كام مستخبي في البيت، لكنه هرب على اخر لحظه ومارك ما قدرش يمسكه. بعد كده راح عشان يقابل الضابط فينس اللي ضرب نار على كام قبل كده وبلغه باللي حصل، ففينس غدر بيه وقتل صديقه وكشف انه ضابط فاسد شغال مع العصابه اللي بتسرق الفيله. طبعا مارك اتصدم من اللي حصل لكنه استجمع قوته وهرب من الضباط الفاسدين بصعوبه. وبعد فتره وصلوا تليفون من خطيبته وعرف ان فينس واتباعه خطفوها فاضطر يسلم نفسه غصبا عنه. اما بلا كانت بتهرب من الضباط الفاسدين اتباع فينس لانها تعرف اسرار عن العصابه، بس من حسن الحظ كام ظهر على اخر لحظه وانقذها عشان يرد لها الجميل. فبلا حكت له حكايتها وعرفته ان جوني شغال مع عصابه خطيره بتسرق الحيوانات النادره وبيبيعوها في السوق السوداء. اول ما كام عرف مكان مخبأ العصابه من بلا انطلق عشان يخلص على جوني وينقذ الفيله اصدقائه. في البدايه كام دخل الدور الاول من مبنى العصابه وفاجئ الحراس بقوته وسرعته الخرافيه لانهم ما كانوش قادرين يسيطروا عليه. بعد كده صعد الدور الثاني بسهوله، وهنا الحراس حصروا كام لان عددهم كبير، لكنه استخدم مجموعه تقنيات سريه بفن المواي تاي ونزل فيهم طحن بدون رحمه لحد ما صعد الدور الثالث وبدأ يخلص على اي حد يقف بطريقه لانه عايز يوصل للفيلين اصدقائه مهما كان الثمن. وبعد دقايق طويله من القتال كام طلع الدور الاخير، لكنه اول ما دخلوا اتفاجئ بجوني ولاحظ ان في ناس اغنياء قاعدين بياكلوا، فجوني شتمه ورمى ليه جرس الفيل الصغير. طبعا كام اتصدم لانه افتكر ان الفيل الصغير مات، اما جوني استغل حزنه وهجم عليه بشراسه، فكام لف جرس الفيل على ايده واستجمع قوته. بعد كده مسك جوني علمه الادب وهزقه قدام الجميع، ده غير انه روق على اتباعه هم كمان وبدأ يبحث في المبنى. وهنا كام عرف ان العصابه دي بتسرق الحيوانات النادره وبيبيعوها للاغنياء عشان ياكلوها، فاستمر بالقتال لحد ما اكتشف بالصدفه ان الضابط مارك محبوس فانقذه وقعد يستريح معاه وسط الضلمه، لكنه حس ان في حاجه غريبه بتلمسه ولما بص وراه لقى ان الفيل الصغير لسه عايش، فحس بسعاده كبيره واخرجه من الاسر. بعد كده كام ومارك والفيل هربوا من مبنى العصابه بدون ما اي حد يلاحظهم. تاني يوم مارك اخد كام وراحوا عشان يستخبوا عند راهب صديقه بعيد عن انظار البوليس، ولما خرجوا للمدينه عشان يشتروا اكل اتصدموا بشده لما رجعوا للراهب ولقوا ان المكان كله مشتعل بالنار، ده غير ان في مقاتل كابويرا برازيلي ظهر لقتال كام. وهنا بنعرف ان ده كله كان فخ من فينس والعصابه عشان يخلصوا على كام ومارك لانهم هيكشفوا اسرارهم. وللاسف كام اتصدم من قوه خصمه لانه بيستخدم حركات الرأس وسط القتال ولياقته البدنيه ملهاش حل، بس مع الوقت
كام قدر يحدد نقطة ضعفه وسيطر عليه بصعوبة شديدة، لكنه قبل ما يستريح اتفاجئ بمقاتل ساموراي ماهر باستخدام السيف وبدأ يتفادى هجماته مع انه تعبان بشدة. فالساموراي استغل ضعف كام وضغط عليه اكتر واكتر، بس كام رفض الاستسلام واخد عصايتين حديد واستعد للدفاع عن نفسه. بالفعل كام نفذ خطته وانتصر على مقاتل الساموراي باعجوبة، ولما حاول يستريح بعد القتال في ايد ضخمة كسرت الازاز ومسكته من رقبته بدون سابق انذار. وهنا بنعرف ان فينس والعصابة اجروا اضخم مقاتل في العالم عشان يخلص على كام اللي كان متفاجئ من حجمه الرهيب. وللاسف مهما كام حاول يضرب المقاتل الضخم ما كانش بيتأثر ونزل فيه طحن لحد ما وقع على الارض، لكنه قبل ما يخلص عليه سمع سيارات البوليس فهرب من المكان. وفي النهاية مارك حضر للانقاذ. بعد ما القتال انتهى مارك نصح كام يسلم نفسه للبوليس، بس كام ما سمعش كلامه وانتظر لما مارك نام واخد الفيل الصغير عشان يواجه فينس وعصابة روز لانهم خاطفين الفيل الكبير. بالفعل كام وصل مقر العصابة اخيرا. من بداية المعركة كام سيطر على اعدائه وشق طريقه لداخل المبنى، لكنه اتفاجئ ان فينس هدده بالسلاح وكان هيخلص عليه. بس فجأة مارك ظهر وضرب فينس بالنار في كتفه عشان كام يكمل طريقه. بعد ما كام مشي مارك فضل يضرب فينس لانه ظابط خاين. في الوقت ده كام وصل لروز مع الفيل الصغير، لكنه اتصدم من اللي شافه وما كانش مصدق عينيه لان روز قتلت الفيل الكبير وعملت من انيابه زينة متغطية بالذهب. للاسف كام اتجمد في مكانه اول ما اكتشف الحقيقة المرة وبدأ يفتكر ايام زمان لما كان بيلعب مع الفيل وازاي كان بيحبه زي اخوه بالظبط. ده غير ان المجرمين اتلموا عليه زي الكلاب ونزلوا فيه ضرب، لكن كام فاق من جديد اول ما شاف دمه وعرف انه لازم يقاتل بكل ما عنده عشان يرجع حق الفيل صديقه. بالفعل كام اتحول لآلة قتال مدمرة ملهاش حل واخرج غضبه على المجرمين لدرجة انه بدأ يكسر عظمهم بايديه وبدون استخدام اي اسلحة. ده غير انه ما كانش بيتأثر بضرباتهم. وبعد دقايق طويلة من القتال كام خلص على اكتر من 100 حارس ووصل لروز اخيرا. بس فجأة المقاتل الضخم اللي كان هيقتله قبل كده ظهر من جديد، لكن المرة دي كام درس حركاته وضربه في دماغه لان دي نقطة ضعفه الوحيدة. اول ما كام قرب يكسب المعركة روز هجمته باستخدام سلاحها وجوزها حضر ومعاه 3 مقاتلين عمالقة عشان يتحدوا على كام ويدمروه تماما. ده غير ان المقاتل الضخم رماها على هيكل الفيل صديقه. وهنا كام عمل الغير متوقع لانه اخد عظمتين ضخام واستخدمهم كسلاح مميت لان عظم الفيل انشف من الحديد. بالفعل خطة كام نجحت ونزل طحن في اباع روز بدون رحمة، ولما العظم اتكسر استخدمه كسكاكين عشان يشرح المجرمين واحد ورا واحد وخلاهم مش قادرين يتحركوا. بعد كده ضرب المقاتل الضخم بركبة في ظهره افقدته الوعي. اما روز حاولت تهرب في الهليكوبتر لكن كام وقفها عند حدها وخلص على جوزها، فروز غفلته واتشعلقت بحبل المروحية. طبعا كام رفض يسيبها تهرب وقفز من اعلى المبنى بركبة على الطاير، خلصت عليها تماما لكنه نجا من الموت لانه وقع ما بين انياب الفيل صديقه. في النهاية كام قرر يرجع لوالده وحس بسعادة كبيرة لان الفيل الصغير